السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا جماعة؟ ان شاء الله الجميع يكون بخير. اهلا وسهلا بيكم، معاكم اختكم حنان من قناة اصل الحكاية. عايزة اشكركم مبدئيا على كل تعليقاتكم الحلوة، ومعلش احنا مقصرين شوية في الرد، بس انتوا عارفين يعني الواحد مشغول شوية، بس باذن الله باذن الله يحاول يفضلكم كده ويعمل لكم بس مباشر حلو، لان انتوا وحشتونا وحشتونا وحشتونا. تعالوا بقى جايبه لكم النهارده فيديو حلو جدا، فيديو من اخ مصري جه الجزائر. ايه ردة فعله لما شاف الجزائر، وايه هي المناطق اللي راحها في الجزائر؟ ده اللي هنعرفه من خلال التقرير التالي. بس قبل اي حاجه ايوه نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شوف الفيديو ونرجع نعلق عليه. في الجزائر عندنا انتم اخوتنا. أول مدينة نتجه ليها هي جزائر العاصمة، ودي من العواصم الفريدة اللي اتسمت بنفس اسم الدولة. سميت في العصور القديمة بإكزيوم، المدينة اللي كانت تحل محل الجزائر حاليا، وكانت أول مركز تجاري للفينيقيين. وبعد كده كانت مدينة رومانية، واللي اتسمت بحي القصبة في العصور الحديثة. ومن مسمياتها الحالية البهجة والمحروسة والجزائر البيضاء. تعالوا ناخدكم في جولة في جزائر العاصمة اللي كانت شاهدة على حضارات كتير على مر العصور. اللي هناك دوت خالص ده مقام الشهيد الاشهر هنا في الكابيتال في العاصمه. طبعا هو معمول لذكرى الشهداء اللي ماتوا على مدار 130 سنه احتلال هنا في الجزائر. دلوقتي رايحين مقام الشهيد، نقدر نشوف منه الكابيتال من فوق او العاصمه من فوق. احنا دلوقتي جينا بقى ايه مكان يعني من اهم الاماكن هنا في مدينه كابيتال او العاصمه الجزائر، وهو نصب تذكاري للشهداء مقام الشهيد. ده مشهور جدا، يعتبر على جبل فوق خالص. بتشوف كده منظر طبيعي يعني روعة جدا. اوريكم دلوقتي على البحر كده حاجة في منتهى الجمال. حديقة الحمى اللي هناك دي اللي اتعمل فيها فيلم طرزان. بصوا كبيرة جدا، يعني انا عامل العدسة وايد شوية عشان تقدروا تشوفوها. موجودة على البحر كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه، ويعتبر جنب النصب التذكاري. والله الشوارع شبه اسكندرية. بصوا انا في روح جوايا دلوقتي كده، بص فرحان جدا ان انا حاسس الشعور دوت، فاهمين؟ المنظر ده ما تلاقوش الا في اسكندريه. المنظر اللي انت تلاقي البحر بالطريقه ديت كده ونفس التقسيمه ما تلاقيش الا في اسكندريه. مثلا تخيل نفسك انت في محطه الرمل دلوقتي في الحديقه ايه، ومثلا ميدان ولا حاجه شبه محطه الرمل بالظبط ناحيه شارع اسمه ايه الغرفه التجاريه. تحس نفس المنظر بالظبط. اسمه هنا التاكسي بالطه مش تاكسي، مسمينه تاكسي بالطه ليه؟ والله ما بعرف. بما اننا حسينا ان احنا في اسكندريه شويه، احنا لازم بقى نجربوا اكله سمك. طبعا اي مدينه ساحليه معروف ان هي مشهور عندها سمك، فاحنا هنجرب المطعم اللي ورانا دوت. حد رشحولي من العاصمه كابيتال، فاحنا هنجرب ناكل فيه، فيلا بينا. هو دوت اسم المطعم، تمام. والدخله بتاعته كده جميله زي ما انتم شايفين، وقعدته على البحر على طول. بص بقى تحس ان احنا ايه يا معلم، احنا كده في اسكندريه، يعني ايه اكله سمك وبحر. عشان تعرفوا ان انا مش بضحك عليكم، بصوا البحر اسكندريه دي ولا مش اسكندريه. التمثال اللي هوريه لكم دلوقتي هيبقى ورايا، ده الامير عبد القادر، تم نفيه الى دمشق. ده المفروض مجاهد تم نفيه من قبل الاحتلال، فمعمول له نصب تذكاري هنا موجود في الكابيتال العاصمه. دلوقتي اتجاهنا للمسجد الاعظم هنا في الجزائر العاصمه الكابيتال، وده يعتبر ثالث اكبر مسجد على مستوى العالم، الثالث على مستوى الدول العربيه، ولكن التاسع على مستوى العالم. ده برضه تصحيحا للمعلومه عشان ايه محدش يتلخبط. يعني اول واحد المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الاعظم بيقولوا عليه الاعظم، المسجد الكبير، مسجد الجزائر، الثلاثه مفيش مشكله. هو الثالث على مستوى الدول العربيه. المسجد الاعظم بيسع 120,000 شخص، حوالي 36 في المسجد نفسه، وحوالي 84 في الساحه الخارجيه للمسجد. طبعا المعمار اسلامي، ولكن هو معمول على المغاربيه العصريه. المغرب العربي ليهم تراث معين او فن معين في العماره اسمه المغاربيه. زي ما انتم شايفين كده ايه كل حاجه وكل تفصيله فيه معموله من
من الفن المعماري المغاربي دوت. المسجد ده بدأوا بناؤه في 2012، ابتدوا طبعا منه في 2018، وزي ما انتم شايفين كده مساحته كبيره جدا. يعني احنا لغايه دلوقتي بره وعمالين نلف حوالين المكان. المكان كبير جدا بمساحه 400,000 متر مكعب، وفي حوالي 12 بنايه منفصله، قاعات بقى، ومثلا في حاجات معموله قاعات لتاريخ الفن الاسلامي، في مكتبه اسلاميه، في حدائق، في كل حاجه جوه. بصوا المأذنه شكلها غريب شويه، ولكن هي بشكل مربع كده وطالعه زي ما انتم شايفين، ولكن طويله طبعا. تشوفها من كل انحاء المدينه هنا في الجزائر. تشوف المسجد الاعظم، ودي طبعا المسجد نفسه فيه القبه هناك معموله بزخرفه معينه وبشكل مختلف. ودي طبعا المباني اللي انتم شايفين طول السور دوت، والداخل كده كمان لغايه قدام. وهنا بصوا زي ما انتم شايفين ان المساحه كبيره جدا. يعني ما عرفناش ندخل المسجد بسبب ان هو بيفتح ساعه الصلاه فقط، فاللي هو دلوقتي طبعا بعد صلاه الظهر فبيقول لا استنوا لغايه العصر وبعد كده هيفتح يعني. فطبعا احنا ما فيش وقت يسعفنا ان احنا نستنى، فهنضطر نمشي. انا مستغرب طبعا ان المسجد هنا بيقفل يعني ساعه بعد الصلاه على طول، ولكن ما فيش مشكله يعني. الموضوع شكله منتشر هنا جدا في الجزائر. زي ما انتم شايفين كده المعمار باين عليه ان هو كنيسه طبعا، ولكن زي ما انتم شايفين كده مكتوب مسجد الرحمه. فمعظم تقريبا الكنائس اللي هنا متحوله لمساجد. جميل والله الحمد لله. جنب سوق الخضار الكبير على طول هتلاقي المحل دوت. ده طبعا بيبيع الكسرة دي من التراث الجزائري هنا. ده عامل شبه الفطير كده، او ممكن نقوله الحواوشي. الكسرة اسمها مكروت. ده حلو، ده حلو وده حلو. ده حلو اللي فوق وده حلو. دي الحاجات دي مشهورة بيها الجزائر هنا. الناس الطيبين الجميلة بتاعت الجزائر، أهل الكرم كله، أعطوني كسرة مجانا. يعني حرفيا أنا أول ما نزلت من المطار لغاية دلوقتي ما شفتش إلا كل كرم. كل لما تلفوا في الجزائر برضك هتلاقوا نصب كتير للشهداء، ومقابر كتير جدا للشهداء، وفي برضك مقابر للفرنسيين. فزي ما انتم شايفين كده ده مش منظر غريب، هتشوفوه كتير جدا. وهتلاقوا معظم المدارس ومعظم الشوارع مكتوبة باسم الشهداء، وده تقليدا ليهم للمقاومة اللي هم عملوها ضد الحملة الفرنسية اللي احتلتهم لفترة كبيرة. المناطق الشعبية هنا قريبة برضك من اسكندرية، مش بعيدة قوي. وأنا محب الأماكن الشعبية في الجزائر أو في مصر، الاثنين بحب الأماكن الشعبية بتاعتها. جنب محطة ساحة الشاطئ على طول هتلاقوا سوق شعبي كبير جدا فيه كل حاجة انتوا محتاجينها، أكل شرب لبس، أي حاجة من مستلزمات البيوت وما إلى ذلك يعني هتلاقوها هنا في المكان ده. بصوا دوت اللبس التقليدي في الجزائر هنا للقبائل والأمازيغ. ده اللبس التقليدي بتاعهم بيلبسوه في الأفراح والمناسبات زي ما انتم شايفين كده. هي ديت العبايات اللي بيلبسوها في المناسبات. دي الحاجات الحلي زي ما انتم شايفين كده، دي حاجة تقليدية جزائرية بيلبسوها بقى، لو فضة دهب، ولكن بيبقى في حاجات منها ايه تقليد يعني زي ما انتم شايفين. دي الأواني التقليدية في الجزائر هنا، هي شعبية نوعا ما زي ما انتم شايفينها كده. مرحبا بك اخي، اهلا وسهلا. صباح الحمد لله الحمد لله. لاباس زي ما نعطيو المعلومات زي ما نقول لك هادي يديروا بها مثلا ده يحطوا فيها الشمع. ايوه مرش ماء الزهر يحط ماء الزهر ماء الزهر ويحطوا جزوة يعني كيجو ديال قهوة دي بيتعمل فيها القهوة. بصوا تقليدية ازاي. قهوة سكرية للسكر يحطوا السكر الحجر اللي هو ديت مثلا بيستعملوها في الحنة الرسمي، يرسموا يحطوها هنا ويرسموا يعني بخارة دي يحطوا فيها البخور. ايوه جميلة. صح. دي شبه الكوز مثلا كده، او وياخدوا بيها الدش يعني. قولوا لا في مصر ياخدوا المية كده مش عندنا شباب بالظبط يعني فاهم. عندنا بلاستيك. دي بلاستيك. او احنا وعينا على البلاستيك، اكيد زمان كان فيه كده.
ده محبس العروسه يعني في المناسبات الجزائريه يعني أيوة. كي تتزوج العروس ايوه يحطوا لداخل الحلويات التقليديه. الحلويات التقليديه يحطوها جوه هنا ويوزعوها على الناس يعني أيوة. جميله. ودي طبعا الشاي والحاجات ديت هذا مش دولة والضايع والضايع يحطوا ميه سخنه من تحت. من تحت هنا صابون. صابون ايوه وعندما كي يجي ضيف ولا يعني عزومه مثلا زي ما بيقولوا يجي يعني تعطيله يعني هاك. هذه الدوزة ما حد شو هنا يدك نحطوا المي، هنا نحطوا المي هنا الميه وهنا صابونه، يعني كي يجي الضيف يرفد الصابونه هيك وانت تعطيه يعني بيغسلوا بيغسلوا الميه. دي حاجات تقليديه طبعا قلما دلوقتي ان اي حد يجيبها صح؟ مش اي حد بيجيبها يعني. يعني زي ما انتوا سمعتوا كده كل حاجه هنا ليها استخدام معين في الجزائر، ومش اي حد بيستخدمها. الناس اللي بتستخدم الحاجات التقليديه القديمه وده تراث برضك بيستخدموه في الاعراس وما الى ذلك. هنا مثلا زي ما انتم شايفين كده حاجه جميله جدا. طبعا عشان يكملوا بقى يبقوا اسكندراني في كابيتال العاصمه لازم نروح ناكل كبده، بس هم بيقطعوها بطريقه معينه وبيتبلوها تتبيله يعني مختلفه عن اسكندريه تماما. ذكرنا باسكندريه والله. المحل اللي ورايا دوت جنب قريب من ساحه الشهداء وقريب من السوق بتاع ساحه الشهداء، وبيبيع كبده وبطاطس بس، سندوتشات كبده فقط يعني، هو ده تخصصه. السندوتش عجبني الصراحه، فايه هنعوزه 2 كمان، واحد كبده بس وواحد كبده وبطاطس. الله يكرمك. طلبنا 2 كبده كمان. بصوا اوريكم الكبده بس عامله ازاي. كبده طويله كده متقطعه بطريقه مختلفه شويه، والتتبيله مختلفه برضك تقريبا بالفلفل والثوم وكده. ده اللي انا فهمته منه. بس من ايه بقى؟ من قلبك. النهارده همشي من الجزائر وصراحه كان نفسي اقعد اكتر يعني. وكده خلصنا رحلتنا في جزائر العاصمة اللي ليها مكانة في قلبي بسبب انها شبه شوارع اسكندرية اللي نشأت فيها، واللي ما حالفنيش الحظ اني الفها كلها بسبب ضيق الوقت واني اعرف ازور اكتر من مدينة، ولكن رحلتنا لسه ما انتهتش. عايزه اقول لكم يعني فيديو جميل جدا جدا، واحنا شايفين استقبال الاخوه الجزائريين للاخ المصري. فالواحد كل اللي حابب يقوله بس ربنا يديم المحبه بين الشعوب العربيه والاسلاميه، وربنا يكفينا شر الفتن. وما تنسوناش دعوه حلوه بقى بصلاح الحال، واستنونا فيديوهات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.